بيبدأ الفيلم بولد اسمه هالو بيكون بيتأمل صورة أمه المتوفية، وبيكون حزين جدا ومنعزل في بيت صغير على شجرة بعيدة عن بيت والده، وده عشان ما يختلطش بفير مرات أبوه. ولما بيروحوا المطعم بتتكلم فير مرات أبوه بتقول إن هي هتدير الشركات بتاعتهم، فبيحرجها هالو وبيفكرها إن هي كانت السكرتيرة بتاعة الشركة، ويقصد بكلامه إن هي اتجوزت باباه عشان طمعانة فيه، وبيكون واضح عليه إن هو بيكرهها. ولما بيرجعوا البيت بيبدأ يكتب في مذكراته كل اللي بيحصل، وبيكتب إن هو نفسه يعمل علاقة مع فير مرات أبوه. وتاني يوم بتسافر لوسي أخت هال عشان ترجع الجامعة بتاعتها، وبتمشي من غير ما تودعه. وبعد شوية بيقعد مع باباه عشان يتغدى، فبتعرض عليه فير إن هو يسافر لندن عشان يشتغل قبل ما يبدأ دراسة، فبيرفض هال العرض بتاعها لأن هو فاكر إن هي عاوزاه يمشي من البيت وتستولى هي على كل ثروة أبوه. فبيعترض أبوه على كلامه وبيقوله إن هو لازم يفكر في مستقبله ويبدأ ينسى حزنه على أمه. فبيتضايق هال من كلامه وبيسيبه وبيمشي، وبعدها بيروح للبحيرة وبيلاقي المركب اللي أمه غرقت فيه. وبعد شوية بيحاول يفتح الصندوق بتاعه عشان ياخد منه المذكرات بتاعته اللي بيكتب فيها كل حاجة عن تفاصيل يومه. فبتجيله مكالمة من أخت لوسي وبيخرج يكلمها، فبتستغل فير الموقف وبتدخل أوضته وبتسرق المفاتيح بتاعة الصندوق ده. وفي الوقت ده بيكون هال بيكلم أخت لوسي وبيقول لها إنه شاكك إن فير هي اللي تكون قتلت أمه، لأنه مش منطقي إن أمهم تنتحر بدون سبب. وأثناء ما كان بيتكلم مع أخته بتصور فير المذكرات بتاعته، وده طبعا عشان تبتزه لأنه هو كاتب في المذكرات بتاعته إنه عاوز يعمل علاقة معاها. وبعد شوية بيروح هال للبحيرة وبيقلب المركب اللي مامته غرقت فيه، وبيكتشف إن في فتحة في المركب، وده معنى إن في حد عمل كده متعمد عشان يقتل مامته. فبيرجع للبيت بتاعه اللي على الشجرة عشان يقدر يفكر في الموضوع. فبتيجي هنا فير مرات باباه وبتقرا له المذكرات بتاعته واللي بيقول فيها إنه عاوز يعمل معاها علاقة، وبتهدده إنه يسيب البيت ويسافر لندن في أسرع وقت وإلا هتدي المذكرات دي لأبوه. فبيتجاهل كلامها وبيقول لها إنها تعمدت تخرم المركب عشان مامته تغرق، بالإضافة لده إن هي ادتها مادة مخدرة في القهوة بتاعتها، وده عشان تخليها تنام وتكون في الوقت ده مش في وعيها وتغرق. فبتقول إنه مفيش دافع يخليها تقتل أمه، وبتستفزه بالكلام عشان تعرف هو عاوز إيه. فبيتعصب هال عليها وبيكون عاوز يقتلها، لكن في الآخر بيعمل معاها علاقة. وبعدها بتقوله إنه هو لازم يسافر تاني يوم، فبيضطر غصب عنه إنه يسافر لمدينة لندن، وبيكون متضايق إن فير استدرجته لحد ما انتصرت عليه. ولما بيوصل هناك بيكون قاعد لوحده ومحبط لأنه ما يعرفش أي حد في المدينة، وبالليل بيتمشى لوحده عشان يدور على مكان ينام فيه. فبيجي البوليس وبيسأله على مكان السكن بتاعه، وده لأنه هو ولد صغير وما زال تحت السن القانوني. فبيكذب عليهم وبيقول لهم إنه هو قاعد في بيت طلبة، ولما بيحس إنهم كشفوه بيجري بسرعة وبيهرب منهم لحد ما بيطلع على سطحه وبينام في أوضة مهجورة. تاني يوم بيصحى وبيشوف واحدة ماشية في الشارع وبتكون شبه مامته بالظبط، فبيمشي وراها وبيفضل يراقبها لحد ما بيوصل لفندق، وبيعرف إن اسمها كيت وإنها بتشتغل HR في الفندق. فبيدخل وراها وبيفضل يتأمل ملامحها لأنها بتفكره بأمه، وبعدها بيروح يتكلم معاها وبيطلب منها تشوف له شغل بصفتها HR. فبتقوله إن مفيش وظائف متاحة دلوقتي، وبتديله الكارت بتاعها عشان يتواصل معاها بعدين. فبيترجاها إن هي تساعده بحجة إنه مش لاقي مكان ينام فيه ولأن ظروفه صعبة جدا. فبتضطر كيت توافق وبتقوله إن الوظيفة المتاحة حاليا في الفندق هو عامل في المطبخ. فبيوافق على الوظيفة بسرعة وبيقول لها إن هو مش هيخذلها أبدا، وبيكون واضح إن هال عاوز يشتغل في الفندق عشان يشوف كيت طول الوقت. فبتاخده وبتوديه المطبخ وبتعرفه على الشيف المسؤول عنه واللي هيبدأ يعلمه كل حاجة. وبيحاول الشيف إنه يعلمه، وبيكون واضح عليه إنه شخصية متسلطة وما بيعجبوش أي حاجة هال بيعملها. ولما بيخلص الشغل بيخرج من الفندق وبيمشي ورا كيت وبيراقبها لحد ما بيكتشف إن هي على علاقة بواحد. وبعدها بيرجع الفندق وبيشوف صورة مامته وبيكون مستغرب الشبه الكبير اللي ما بينها وما بين كيت. تاني يوم بيروح الشغل وبيحاول يتأقلم مع الوضع عشان يقدر يستمر في حياته الجديدة. ولما بيجي وقت الاستراحة بيتكلم مع الشيف بتاعه بخصوص الشغل، وبيقوله إنه هو ولد نشيط وهو معجب بشغله. وبيكون هال مش مركز معاه أصلا، وبيكون باصص على كيت وبيراقب تصرفاتها كلها. وبعد الشغل بيمشي وراها كالعادة لحد ما بيعرف مكان بيتها، وبيستناها لحد ما بتخرج عشان يقتحم الشقة بتاعتها. وبالفعل بيقدر هال إنه هو يدخل شقتها وبيدخل أوضتها وبيكتشف إن هي ساكنة قصاد الفندق اللي هو بيشتغل فيه. فبيقرر إنه يروح لدور عالي في الفندق عشان يبص على أوضتها ويراقبها، وبعدها بيدور في أغراضها الشخصية وبيكتشف إن هي أرملة وكانت متجوزة قبل كده. وفجأة بتدخل كيت شقتها فبيهرب من الشباك قبل ما تشوفه. فبتلاحظ كيت إن شباك أوضتها مفتوح لكنها ما بتشكش في أي حاجة، وبيفضل هال بعد كده يراقبها طول الليل وبيكون مهتم جدا بكل تصرفاتها. تاني يوم بيرجع هال شغله وبيكون تأقلم على المكان وعلاقته اتحسنت جدا بالشيف بتاعه. فبيستغل وقت الاستراحة بتاعته وبيطلع لسطح الفندق وبيقدر يراقب الأوضة بتاعت كيت. ولما بينزل بيقابل أليستر مدير الفندق، فبيقول له ممنوع عمال المطبخ يطلعوا على السطح
وإنه شغله في المطبخ وبس، وبيهدده إنه لو طلع مرة تانية على السطح هيرفده من الشغل. فبيضطر هال طبعا يسمع الكلام عشان هو عاوز الشغل، وبيرجع لشغله مرة تانية. وبتيجي كات وبتقوله إن هي معجبة بشخصيته جدا، خصوصا لأنه اتعلم الشغل بسرعة وإنه دايما نشيط. وبالليل بيطلع هال على السطح وبيتجاهل تهديد مديره، وبيبدأ يراقب كات تاني في أوضتها، وبالفعل بيراقبها بالمنظار، وبيتفاجئ إن إليستر المدير معاها في الأوضة. فبيروح شقتها بسرعة عشان يتأكد من اللي شافه. وأثناء ما كان بيراقبهم بيكتشف إن إليستر متجوز، وإن هو بيعمل علاقة مع كات عشان يشبع رغبته مش أكتر، يعني هو ما بيحبهاش ولا هي مرتبطة بيه. تاني يوم بيروح هال مركز الشرطة وبيقدم بلاغ في فير مرات أبوه، وبيتهمها بإن هي اللي قتلت أمه. فبيسأله الضابط عن الدافع اللي يخلي فير تقتل أمه. فبيقول له هال إن هي كانت السكرتيرة بتاعة أبوه، كانت طمعانة في كل ممتلكاته وثروته. وبعدها بيخرج من مركز الشرطة وبيكون محبط لأن الضابط مقتنعش بكلامه خالص. فبيروح الفندق وكالعادة بيطلع على السطح، لكن لسوء الحظ إليستر بيشوفه وبيعرف إن هو بيراقب كات، وبيقول إن هو هيعرفها باللي هو بيعمله. فبيهدده هال إنه لو قال لها هيروح لمراته ويقول لها إن هو بيخونها مع كات. فبيتريق على المدير وبيقول انه ما عندوش دليل على كلامه. فبيتوتر هال شويه وبيقول ان الدليل هو الوشم اللي في دراعه. فبيتعصب إليستر وبيطرده من الفندق، وبيقول انه مطرود من الشغل كمان. وبعد شويه بيرجع إليستر شقته وبيتفاجئ ان هال قاعد بيلعب مع ابنه ومراته، وبيكون فاكر ان هو قال لمراته على كل حاجه، لكن بيكتشف ان هال ما قالهاش حاجه، وان هو مستنيه في البيت عشان يمضي على رجوعه للشغل. وعشان مراته ما تشكش في حاجه قال لها ان إليستر رفضه بسبب انه نام في الشغل، وان هو جاي هنا عشان يستسمحه. فبيضطر إليستر انه يمضي على الورقه، وبيكون متضايق جدا بسبب ذكاء هال واستغلاله للفرصه. وتاني يوم بيرجع هال لشغله مره تانية وبتستدعيه كات لمكتبها. فبيفتكر ان إليستر قال لها ان هو بيراقبها، لكن في الحقيقه ما بتكونش عرفت حاجه، وبتقوله ان هي رشحته لوظيفه خدمه الغرف، ودي فرصه كويسه ليه لانه هيلبس لبس كويس وهياخد ضعف مرتبه. فبيوافق هال وبيستلم وظيفته الجديده وما بيكونش متحمس. وبالليل بيروح بيت كات عشان يراقبها كالعاده، لكن على عكس المتوقع بيكون إليستر مراقبه وبيعرف الطريقه اللي هال اتجسس بيها عليه. تاني يوم بتيجي كات وبتديله المرتب بتاعه وبتعزمه على حاجه يشربها بعد الشغل. فبيروحوا البار وبيقعدوا مع بعض، وبتساله كات اذا كان حب قبل كده. فبيقول لها ان الانسانه الوحيده اللي حبها ماتت، وطبعا يقصد امه. فبيبداوا يستمتعوا بوقتهم وبيشربوا مع بعض لحد ما بيسكروا هما الاتنين، وبيكون واضح من نظرات كات ان هي معجبه بهال. فبتاخده معاها البيت بحجه ان هي عاوزاه يوصلها، وبتبدا تقرب منه بشكل مريب، لكن هو بيحاول يبعدها عنه لأنه هو لسه شايفها زي مامته. فبتعرض عليه كات إنه يعمل معاها علاقة، لكنه بيرفض. فبتعتذر له وبتطرده من البيت. فبيغير رأيه وبيقرر يعمل معاها علاقة. وتاني يوم بيروح هال لمكتبها وبيعرض عليها يخرجوا مع بعض، وده لأنه بدأ يحبها. فبتتهرب منه وبتقوله إنه ينسى اللي حصل ما بينهم، وده لأنهم كانوا سكرانين مش أكتر. فبيعتذر لها وبيمشي. وبعد شوية بيقول له زميله في الشغل إن في حد طلبه في الأوضة 405. فبيروح هال وما بيلاقيش حد في الأوضة. وفجأة بتيجي كات وبتقوله إنهم لازم يتكلموا مع بعض بخصوص اللي حصل ما بينهم امبارح. فبيقول لها إن هو عارف إن اللي حصل ما بينهم ده غلط، وإن هي حاسة بالذنب بسبب اللي حصل، وبيوعدها ما يتكلمش في الموضوع مرة تانية عشان ما يضايقهاش. فبتبدأ تقرب منه وبيعملوا علاقة مع بعض تاني، ولما بيخلصوا بيخرجوا من الأوضة وهم مبسوطين. وبعد شوية بتكون كات في طريقها للبيت، وكالعادة بيراقبها هال، وبيلاحظ إن إليستر بيحاول يتكلم معاها لكنها بتتجاهله وبتبعد عنه. فبيدخل وراها البيت وبيصمم إنه يتكلم معاها. فبيتضايق هال وبيطلع على سطح البيت بتاع كات عشان يعرف ايه اللي بيحصل، وبيتفاجئ ان إليستر بيهجم عليها وبيضربها عشان قررت تنهي علاقتها بيه. وبدون تردد بيدخل هال من الشباك وبيحاول يبعده عن كات. فبيضربوا إليستر وبيفهم ان كات قررت تنهي علاقتها بيه عشان هال. وبعدها بيقول لها ان هال كان بيراقبها طول الوقت من الشباك، وكان بيتفرج عليهم وهما بيعملوا علاقة مع بعض. فبتتضايق كات وبتطرد إليستر. فبيحاول هال يفهمها وبيقول لها انه كان بيراقبها عشان انجذب ليها لانها شبه والدته، لكنها بتنفعل عليه وبتطرده هو كمان. وتاني يوم بيقعد هال قدام بيتها وبيستناها لما بترجع من الشغل. فبتوصل كات وبتتجاهله تماما وبتدخل البيت، وبعدها بتخرج له وبتسأله عاوز منها ايه. فبيقول لها انه عاوز يعتذر لها على اللي عمله، وبدل ما تتضايق منه تشكره عشان انقذها من إليستر. فبتدخله بيتها عشان تعرف قصته، وبيحكي لها قصة وفاة والدته، وان هو شاكك في فير مرات ابوه ان هي ممكن تكون قتلت والدته. وبعدها
وبعدها بيوريها صورة مامته، وبتتفاجئ جدا بالشبه اللي ما بينهم، وبيقول لها انه مفتقد وجود مامته معاه لان هو وحيد ومحدش عاوزه، وبيطلب منها تلبس الفستان بتاع مامته عشان يفتكرها. فبتلبس كيت الفستان وبدون مقدمات بينهار هال في العياط، ومع الوقت بيقربوا من بعض اكتر وبتبدأ علاقتهم تتطور. وبيرجع هال شغله وبيجي واحد زميله وبيقول انه ابوه في مكتب المدير وانه هو طالب يقابله، فبيروح عشان يقابله وبيتفاجئ بان فير مرات باباه بتقول له ان هي سعيدة عشان شافته مرة تانية. فبتيجي كات عشان تكون جنبه، خصوصا لما عرفت منه ان فير هي اللي قتلت امه، فبتطردها فير من المكتب بحجة انهم عاوزين يتكلموا مع هال في موضوع عائلي. فبيعتذر لوالده عشان سابوه لوحده، وبعدها بيقوله ان الشركة بتاعته فلست وانه محتاج يستغل مساحة الجنينة بتاعة البيت ويعمل عليها مشروع لصالح الحكومة عشان يسد ديونه. عشان كده هو محتاج امضته بالموافقة لان البيت ده كان ملك امه، ووصيتها ان مفيش حد يتصرف فيه غير بموافقة ابنها. فبيرفضها له وبيقوله انه مش موافق على ده غير لما فير تتحبس لان هي اللي قتلت امه. فبتروح فير وراه وبتقوله انه والده مديون للحكومة ب$800,000 وانه الحل الوحيد عشان يساعده هو انه يوافق ويخليه يعمل المشروع ده. فبيرفضها مرة تانية وبيقول لها ان هو مش مصدق كلامها لانها استغلالية وكمان عاوزة تسرق فلوس ابوه. فبتنفعل فير وبتشتم مامته عشان تستفزه وبعدها بتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بيسيبها للشغل وبيقرر يرجع بيت ابوه عشان يقتل فير، ولما بيوصل بيخطفها وبياخدها للبحيرة وبيربط ايديها وبيرميها في المية، وده عشان تموت بنفس الطريقة اللي امه ماتت بيها. وبيقتلها وبيسيبها تغرق بعد ما اتأكد ان هي اللي خرمت المركب وهي اللي دبرت موت امه. وبيرتاح بعد ما انتقم لامه اللي ما كانش عنده اغلى منها. فبيروح لكيت وبيقول لها انه هيرجع يعيش مع باباه وانه اخيرا قدر يعرف سبب وفاة والدته. فبتفرح كيت عشانه جدا وبتقوله انه هو لو زار لندن مرة تانية لازم يعدي عليها. فبيوافق هال وبيكون مش قادر يعترف لها بحبه خصوصا لانها اكبر منه في السن وعشان كمان تشبه والدته، فبيسيبها وبيمشي. وبس كده بيخلص الفيلم. ما تنساش لو عجبك تعمل لايك وقولولنا رأيكم في الكومنتات.